مهرجان سبها للتراث والفنون عبق الأجداد يحمله الأحفاد، يتجدد من جديد بدورته العاشرة من قلب المدينة القديمة بالجديد، مدينة الأصالة والتراث، مدينة الأجداد. سيقام هذا المهرجان تحت إشراف جمعية ليبيا للأصالة والتراث والفنون الموافق 26/11. ومن أهداف هذا المهرجان المحافظة على الموروث الثقافي من مباني قديمة ومقتنيات ومصنوعات تقليدية وأشعار وحكم وأمثال شعبية والأغنية الشعبية وكل ما يتعلق بالموروث الثقافي. ومن أبرز وأهم الأهداف هو التعريف بالطريقة التي نشأ بها الآباء والأجداد. نقول في عامنا العاشر مهرجان التراثية فيما يشتهي الخاطر ويسر العين، واليوم فرحتنا كلنا جملية وتمام الفرحة حضور الزينين. ومرحبا بكم ياسر موش شوية ومرحب واجدة ونزيد مرحبتين، ولكم نهدي مليون ألف تحية وعلى حضوركم منقول مشكورين. فيه المعارض مرتبة فنية وزادها سماحة النقش والتزيين، تلقى فيه المخدوم بالسعفية طبقان مخدومات بالسعف وعراجين، وزنابيل وقفاف بكل شي مملية ومراوح وعماري حصران وزرافين، وحبال بالليف مفتولات قوية والقفقافة والميدونة مانا نسيين. وفيه اللي مخدوم بالفخار والجلدية جرار وباقيل ومدس للكرعين والقصاعي والزلف والمخفية وشي واجد مخدوم من الطين، وتشبح دبشنا ومنشوزاتنا الصوفية بدالي أعراس سواري وقفاطين، والمرحمة والحزام والشال والكوفية وملاحف نقرشات زهي العين، والعمامة والزبون والسروال والطاقية وجرود ورداوات منسوزات بالتفنين. وفي جهة أكلاتنا الليبية تلقى الخبزة والفتات والطاجين ومحمصة ودشيشة حلوة وشهية والهبيط والجديد بالطعم بنين، ومزمة الزميتة والقلية مقلية ومقطع مقروض ومعصد البازين، وطاسة حمراء معاها الكاكاوية ولا خضراء مكشكشة بالنعناع والياسمين. وكان بنعدوا أكلاتنا الشعبية نقولوا نلقوهم فوق من 200، وكانت حياة جدودنا بالود والحنية على بعضهم دوم نشادين، ومعيشتهم كانت بصفات النية عايشين عيلة والكل وخيين. عقبوا ذكريات ما هم منسية تخطر علينا بين حين وحين، نقيموا لها مهرجانات تذكارية وندعو لهم فيها برحمة الوالدين. وهذا مهرجاننا وحكايتنا محكية فرحة ولمة والكل مبسوطين، واجعلها عادة ما لها قطعية في كل عام نبقوا ملتمين، وعايد وزايد عليكم جملية واجعل ما منكم مفقود لا غايبين. ونختم القول بصلاة نورانية على سيدنا محمد بول وجه الزين، اعداد ما صبت السما من أمية واعداد نجوم وين كانت وين. يعتبر الموروث الشعبي جزء مهما من تاريخ وثقافة الشعوب، فهو الوعاء الذي تستمد منها عقيدتها وتقاليدها وقيمها الأصيلة. ويعتبر الموروث الشعبي إحدى الركائز الأساسية في عملية التنمية والتطوير والبناء، والمكون الأساسي في صياغة الشخصية وبلورة الهوية الوطنية. مهرجان سبها للتراث والفنون يوم 26/11، الكل مدعوون إلى هذا المحفل والمهرجان المميز. سبها الجديد، المدينة القديمة.